هاي، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. القصه ديال اليوم ماشي قصه عاديه، ولكن قصه للعبره، ديال بنت اللي ما رضاتش بالحياه اللي عطاها الله، والنهايه ديالها كانت نهايه خايبه. وقبل ما نبداو في القصه، جيبوا شي حاجه تاكلوها ولا شي حاجه تشربوها، ويلا نبداو على طول. اليوم القضية ديالنا القضية اللي حيرت الشرطة المغربية، مسرح جريمة بدون ولا دليل صغير اللي غيفك هاد القضية. ولكن ما ننساوش واحد المسألة، بأن الروح عزيزة عند الله، والظالم عمره ما كيعيش هاني. كتاخدنا القضية ديالنا لعام 2006 بالضبط، للطريق اللي كتربط ما بين مراكش وأكادير في الساعة ديال 4 الصباح. واحد الشيف فرد الرموك هو المساعد ديالو متجهين لأكادير، وهما في الطريق المساعد ديالو كيلاحظ واحد الحاجه مرميه في الطريق، في جنب الطريق. كيقول له وقف وقف نشوفوا عنده يكون شي شخص محتاج المساعده، ولا شي بنت اعتدى عليها شي واحد. وبالفعل غادي يوقفوا وغادي ينزلوا يشوفوا شنو تما، وتما غادي تكون الصدمه. وهنا ملي نزلوا غادي يجبروا واحد المنظر اللي كان بشع. جثه ملقات مسيبه للكرش ديالها، بدون رأس بدون يدين وبرجل واحدة. وهما اللي شافوا داك المنظر تخلعوا ومشاو لاقرب درك ملكي. ملي وصلوا عاودوا لهم شنو شافوا وعملوا لهم فورا محضر استماع. ملي سالاو بعثوا للنيابه العامه باش يخرجوا للتفتيش، والنيابه العامه وافقات وخرجت الشرطه باش تبدا التحقيقات في هذه القصه. ومن ما جاو يوصلوا لدرك الملكي كان بدا كيطلع النهار والطريق عامره ومغلوقه. ولكن بعد ما وصلوا وشافوا الجثه وعملوا المعاينه، للاسف جثه مجهوله، حيت كيف قلنا بلا راس وبلا يدين وغير رجل واحده. فجاتهم صعيبه يعرفوا الجثه ديال من. وهنا الدرك الملكي عرف راسهم انهم طاحوا في قضيه اللي معقده وصعيبه. وهنا الدرك الملكي غادي يجيبوا الكلاب المدربه، ولكن بدون جدوى للاسف. وبعد بحث طويل 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 غادي الدرك الملكي غادي يكتشف واحد الحاجه، بان المكان اللي تلقات فيه الجثه ماشي هو مسرح الجريمه، وانما مسرح الجريمه مكان اخر. وهنا غيطلب عليهم باش يعرفوا فين هو مسرح الجريمه. وهنا الدرك الملكي بعد ما رجعوا للمركز بقاو كيقلبوا على الاختفاءات اللي كانوا قرابين للنهار اللي لقاو فيهم الجثه، ولكن بدون جدوى. وهنا بعد ما خرج تقرير الطب الشرعي اللي اكد بان البنت تعرضت بزاف طعنات في ظهرها وجوج في صدرها، وبان القاتل بعد ما قطع على راسها ويدها خلى واحد الرجل. واش انه كان مزروب ولا انه عيان؟ هادشي كامل وكثر غنتعرفوا عليه في الفيديو ديال اليوم. وبعد التحليل الشرعي، ودابا غادي ننتقلوا للتحليل الشرعي اللي اكد بان القاتل يعني ماشي يقولوا قاتل محترف ولا قاتل يعني ديجا قتل الضحيه، لا، هذه اول ضحيه ليه، حيت الطعنات كانوا بطريقه عشوائيه، والتقطيع ديال الجثه كان جد عشوائي. واحد المساله ديال ان القاتل كان حاقد على الضحيه، حيت الطعنات كانوا غارقين بزاف. وواحد الحاجه اخرى اللي جاتهم غريبه، ديال ان الضحيه كانت حامله في 3 شهور ما كتسمعوا. والتوقيت اللي توفات فيه الضحيه كان ما بين 9:30 حتى ل 11، والتوقيت اللي تقطعت فيه كان من 11:30 والفوق. وهنا غادي تعتبر قية على الصعيد الوطني فيها مواصفات الضحية كاملة، وباش إلا كانت شي اختفاءات مشابهة الشرطة والدرك الملكي خبروا بها بعضياتهم. ومن بعد مدة الشرطة غادي تعلم الدرك الملكي ديال بان كاينه كتقلب على الابنه ديالها اللي اختفت من مده ديال 13 يوم وهي مختفيه، وبنفس المواصفات اللي تعطات في البرقيه. وهنا الدرك الملكي غادي تواصلوا للام باش تلتحق بهم. وهنا الام بالفعل غادي تمشي لعندو، كانت كتقول بانه غادي يكونوا جبروا بنتها تلفه ضايعه في شي موطع. ما كانتش كتوقع حتى 1% انهم غادي يقولوا لها جبروها مقتوله باسوا طريقه، ومن الفوق جبروها حامله. وهنا الام بعد ما وصلت لعند الدرك الملكي في الاول ما بغاوش يقولوا لها بان بنتها ماتت باش ما تجيهاش شي صدمه ولا شي حاجه. بقاو كيسولوها اسئله: شنو كتعمل بنتك في حياتها، مع من كتعاشر، شكون هما صحباتها المقربين، شنو كانت التصرفات ديالها قبل ما تختفي. وهنا الام غادي تعترف لهم بكل شيء، بان الابنه ديالها كانت كتمشي للملاهي الليليه وكانت بين قوسين كتفسد. وهنا غادي نتعرفوا على الضحيه
اللي كان الاسم ديالها يسرى. ايوا دابا اجي ورجع الزمان لوري، ملي كان يسرى عندها 7 سنين. الاب ديالها بات مصباح، ما عرفوا عليه حتى شي خبر. وهنا الام قررت بانها خصها تكون هي البديل ديال الاب، توفر لها كل شيء، ما تخليها ناقصه حتى شي حاجه، واللي طلباتها خصها توفرها لها. خدمت في بزاف ديال الخدامين، خدمت في الميناج، في البيع والشراء، كانت كتحيدها من راسها وكطيها لبنتها باش تشوفها في اعلى المناصب. ولكن للاسف يسرى ملي وصلت ل 15 عام تقلبت كامله، رجعت كتبغي تعيش اكثر من المستوى ديالهم، كتعاند مع صحاباتها، كتطلب الاشياء غاليه للام ديالها، وما كانتش للاسف كتقول لها لا، اللي كانت كطلبو كانت كتوفرو. كانت ديما كتقول لها انا غادي نهز حوايجي، غادي نبات من الصباح كيف ما من الاب ديالي. الام ديالها كانت كتقول هذه غير فتره المراهقه وغدوز، دابا تبدل، دابا تعرف بالحق د الحاجات اللي كتلبس. ولكن يسرى ملي عمرها 20 عام زادت في داكشي، ورجعت كتخرج للملاهي الليليه، كتسهر مع البنات، كتبقى مده طويله ما كترجعش للدار، 7 ايام 10 ايام ما عندها حتى شي اثر للدار. الام ديالها كانت عارفه هادشي اللي كتعمل بنتها، ولكن فيما كدار معاها كتقول لها انا عمرك لا شتي وجهي. والام خوفا من ان بنتها تهجرها وترجع وحيده، كانت كتسيس معاها ديما، وهذا غلط، حيت الحياه ديال الليل صعيبه، ماشي بالمنظور اللي كيشوفوه معظم البنات اللي خصهم يوصلوا دغيا. وهنا بعد ما سالينا من الماضي اجي رجعوا للدرك الملكي. بعد ما سالت الام الدرك الملكي باش يتاكدوا بان الابنه ديالها 100%، عملوا تحاليل ديال لا دي ان، خداو العينه من الام وعينه من الضحيه، وخرجت النتائج مطابقه 100%. وهنا بقات لهم اصعب مرحله، واللي هي خبروا الام بان بنتها ماتت مقتوله، خبروها بكل شيء. وهنا الام غادي يجيها انهيار من البكاء والصراخ وكتلوم راسها. وهنا الدرك الملكي غادي ينتقلوا للملاهي الليليه اللي كانت كتجلس فيهم يسرى. بقاو كيقلبوا بمالها وكيسولوا، ولكن حتى حاجه مكاينه. حتى غادي يوصلوا لواحد الملهى اللي كانت جالسه فيه الصديقه ديال يسرى، وهنا غادي تكون هي راس الخيط باش غيوصلوا للقاتل. هنا الدرك الملكي غادي يبقى يسقسي الصديقه ديال يسرى، قالت لهم يسرى كانت على المعرفه ديال واحد الشخص اللي كان في العمر ديالو 45 عام، كان هو اللي كيصرف عليها، كيخلص لها الكرا، كيوكلها، كيشربها، عايشه الحياه الرفاهيه. وهذا الشخص هذا قالت لهم مزوج وعنده 3 ديال الاولاد. قالت لهم ولكن مؤخرا ما بقاوش كيهضروا بزاف، بحال قللت الهضره بيناتهم. الشرطه قالوا لها شنو كتعرفي عليه، فين كيسكن هادي. قالت لهم انا ما كنعرف ليه حتى شي حاجه من غير اسمه، حيتاش يسرى قالت لهم ما كانت كتقول لي عليه حتى شي حاجه، حيتاش كانت معظم الوقت كتكون معاه، وقليل فاش كنتلاقاو انا وهي. بالفعل كان الاسم ديالو خالد. الشرطه غادي يرجعوا كاميرا المراقبه وغادي يعرفوا الفيلا ديالو، ومباشره غادي يتوجهوا لينا. بعد ما وصلوا ودقوا، والمفاجاه خالد اللي غادي يفتح الباب بنفسه. الشرطه بقاو كيسقسيوها في الاول، نكر قال انا هاد السيده ما كنعرفهاش وعمري تلاقيت حتى بها، كنا كنتلاقاو في الملاهي، كنجلسوا كنضحكوا، موراها كل واحد فينا كيمشي بحالو. الشرطه طلبوا النيابه العامه بالتفتيش، باذن التفتيش، وفي ديك الساعه غادي يوافقوا النيابه العامه باش انهم يفتشوا الفيلا ديال خالد. وهنا بعد ما دخلوا يفتشوا كانت الصاعقه الكبرى. وهنا الشرطه غادي يجبروا في الكفر ديال الطوموبيل ديال خالد بقايا الدماء، وبعد الضغط الكبير اللي عملوا على خالد هنا غادي يعترف بالحقيقه كامله. ايوا اجي نسمعوا الحقيقه. هنا خالد غادي يقول انه كان على معرفه مزيانه بيسرى، كان كيعتبرها فعلا عزيزه عليه، وسنوات هما كيعرفوا بعضهم، ولكن الشرط الوحيد ديالو انها ما تحملش. يسرى وافقت، ولكن من بعد ما سنوات هما كيعرفوا بعضهم حتى فجأت بواحد الشهر انها حامله. قالت له غتشوف معايا الحال. قالت له الحل يقدر يا اما تزوجني ولا تكتب لي الفيلا باسمي. خالد قال لما نقدرش نتزوجك والفيلا ديالي ما غنكتبهاش في اسمك. قالت له هذا هو اخر كلام عندك؟ قال لها هذا اخر كلام عندي. بقات كتزن عليه، كتدخل على مراته بنوامر غرابين، كتهددو، كتقول له انا ما تميش تعمل معايا الحال. واحد النهار قال لنا نعمل معاك واحد الحل اللي هو غاديك فلوس وغتجهض الجنين. رفضت رفض تام، قالت له انا الجنين ما نجهضوش وغتعمل معايا الحل، ولا غادي نفتح
مراتك الحقيقة كاملة. خالد مرفض، حتى هو رفض، ولكن بقات كتزن عليه والشونطاج، كتقولو غنفضحك مع مراتك ولا تنفضحك. ديك الساعه قال لها واحد الليله المشؤومه اللي غادي يجي عندها نلملها، غادي يقول لها انا من معك الحل، نقدر نكتب لك الفيلا في الاسم ديالك، يلاه معايا باش نزيدو نهضروا في هذا الموضوع. يسرا فرحات، ولكن يا فرحه ما تمت كيف كيقولوا، ما عرفتش شني باقي كيتسناها. وصلت معاه الفيلا ومع دخلت غادي تجلس، قالت له ايوا دابا شنو هو الحل؟ قال انا غادي نقول لك الحل، غادي يجبد الموس وغادي يبقى يطعم فيها طعنات غارقه وبعشوائيه. مور بعد ما غادي نروح غادي يطلع عند ربي، غادي يهز الجثه وغادي يبقى يقطع فيها. من بعد التقطيع حس براسو انه عيا باش خلى لها رجل واحده، وديك اليد والرجل وداكشي اللي قطع سيبهم في الغابه. وهنا غادي يتم القبض على خالد بثلاثه ديال التهم: القتل العمد، تشويه الجثه، والخيانه الزوجيه. هنا خالد غادي يتحكم عليه بالاعدام، ولكن الاعدام كيف ما عارفين ما كيتنفذش بالمغرب، فتحكم عليه بالمؤبد سجن مدى الحياه. ومراته ملي رفعت عليه دعوى الطلاق وسردت له هو في الحبس. وهنايا كنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكون عجبتكم القصه، وبغيت نعطيكم واحد العبره، خلوها عبره عندكم، لان العلاقه المحرمه ماشي ديما كتكون مزيونه كيف ما البدايات وكتبان مزيونه وحلوه، بان النهايه ديالها كتكون مأساويه. هي شابه في مقتطف العمر خلت الام ديالها ميتسمع ليها وفنات صغرها وشبابها وما عاشتش الحياه اللي مزيونه وما وصلتش لداكشي اللي كان خص الام ديالها تشوفو فيه. وهو اللي فنى راسو وراء القضبان، مشات للحريه وخسر مراته وولادو على سبب اللي تافه. ولذلك الانسان يبعد من طريق الشيطان، وحيتاش ان لحظه او ثانيه دقيقه تقدر تقلب لك حياتك كامله راسا على عقب. ونصيحه للرجال: الخيانه الزوجيه ماشي ديما عندها نهايه مزيونه، ديما النهايه ديالها كيكونوا مأساويه، يا كتخسر راسك يا كتخسر عائلتك يا كتخسر ولادك. والنصيحه للبنت: قرا، خدم على راسك، فكر بعقلك، واي حاجه كتجي في وقتها، ورضا بالقليل، وحيتاش الحياه كتمشي درجه درجه. وهذا ما كان. كنتمنى تكون عجبتكم، ونتلاقاو في فيديو اللي ماجي وفي القصه اللي ماجا. وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وباي باي.